هلو هلو يا حلوين. النهاردة هناخد مع بعض الأدوات المدرسية باللغة الفرنسية. يعني نتعلم مع بعض ايه الحاجات اللي بناخدها معانا المدرسة، ونتعلم ننطقها كويس ونكتبها صح باللغة الفرنسية. فأنا عندي الأدوات المدرسية بتتقسم لحاجتين. بتتقسم لأدوات مدرسية مذكرة، يعني بتاخد الأداة لو الكلمة دي مذكرة بديها الأداة، أو تكون أدوات مدرسية مؤنثة وفي الحالة دي بديها الأداة أون. طب أنا بعرف منين هي مذكر ولا مؤنث؟ أكيد مش هترجمها بالعربي. احنا هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي والكلمة فرنسي قدامنا نقدر نحدد هي ماسكولا مذكر ولا فيمينا مؤنث. يلا بينا نبدأ بالملحوظة دي. الملحوظة دي بتقول لنا ان معظم، ركزوا في دي قوي، معظم الكلمات اللي اخرها او هي كلمات فيمينا، هي كلمات مؤنثة. فانا لما الاقي الكلمة اخرها او، فمن هنا بعرف ان الكلمة دي فيمينا مؤنثة، فبالتالي بديها الاداة طب ايه معنى دي اداة نكرة ما بتضيفليش حاجة للكلمة غير ان هي بتعرفني ان الكلمة دي مؤنثة. فبقول مثلا مسطرة رجل، جمع سوري مش مسطرة اون رجل، جمع اون جم، مقلمة اون تروس، وهكذا. فانا بعرف الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة منين؟ زي ما اتفقنا ان معظم الكلمات اللي اخرها او هي كلمات مؤنثة، فبتاخد الاداة اون. وزي ما اتفقنا دي ايه معناها؟ دي بتعرفني ان الكلمة دي مؤنث. طيب هل كل الكلمات اللي اخرها او مؤنثة؟ احنا لسه قايلين لا، المعظم. فانا عندي هنا هتلاقوا اللي انا عامله عليهم باللون الاحمر هي الكلمة اخرها او، كلمة اخرها او، ورغم كده الكلمة دي مذكر. طيب بعمل ايه في الحالة دي؟ انا بحفظ الكلمات دي، بقول لنفسي انا لو قابلتني كلمة من الكلمات دي هعرف ان هي مذكر، اي حاجة غير كده فهي مؤنث. تمام كده؟ طبعا احنا هناخدهم دلوقتي قراية وكتابة. تعالوا دلوقتي نبدأ مع بعض ازاي ننطق ونكتب كلمات الماسكولا المذكرة. اي كلمة هناخدها دلوقتي فهي بيسبقها الأداة انا مثلا دي كراسة فبقول اكايي. وهنا تجيلي قاعدة نطق كده، قاعدة نطق اللي هي ايه؟ الاش اي او ار بتنطق يي. فانا اي كلمة اصلا سواء دلوقتي او بعدين فيها الجزئية دي هنطقها يي، فبقول اكايي. طيب اللي بعده شنطة كارتابل. هكتب ازاي الشنطة؟ بقولها بطريقة سهلة قوي. بكتب كلمة كار اللي هي عربية بالانجليزي، وبكتب تيبل اللي هي ترابيزة برضو بالانجليزي. لما اجمعهم على بعض احطهم جنب بعض طلعت لي كارتابل، بقت معناها شنطة عندي باللغة الفرنسية. يبقى بقول كارتابل، ونحفظ كارتابل اخرها او، والكلمة دي ماسكولا مذكرة. يلا بينا الكلمة اللي بعدها، كلمة كريون. كلمة ايه؟ كريون. لو قلت كريون لوحدها كده كريون دي معناها قلم رصاص بس. طب لو قلت كريون دو كولور، انا حطها بين قوسين، كريون دو كولور دي معناها قلم رصاص بتاع التلوين، يعني ده الخاص بالقلمة الرصاص الملونة. يبقى لو كريون لوحدها معناه قلم رصاص، كريون دو كولور قلم رصاص بيلون. طيب هو انا الالوان عندي الرصاص بس؟ لا، انا عندي انواع تانية. ولو نفرض الشمع مثلا، فلما عندي قلم الوان خامته مش رصاص، خامته شمع، فبقول فوتغ. وده يودينا لقاعدة نطق تانية اللي هي ايه؟ الاو والاو بيتنطقوا فبقول فوتغ. بكتبها ازاي؟ انا هحفظ ان الحرفين دول بيتنطقوا فلما اجي اقول فوتغ
هكتب اف او او، بعدين اكمل باقي الكلمات النطق يعني فو ت ت ت ت غ غ غ. الحرف الار عندي بتنطق غ، فكده تمام. لا مش تمام. ليه؟ ان كلمة فاضغ من الكلمات الماسكولة المذكرة اللي بتاخد واخرها حرف الاو، فما ننساش نكتب في اخر الكلمة او، رغم ان هي مذكر، رغم ان الاو دي مش بتتنطق. تمام كده؟ ماشي. يلا الكلمة اللي بعدها. الكلمة اللي بعدها برضو احنا هنستخدم فيها كلمة كريون. يعني احنا استخدمنا كريون وقلم رصاص، كريون وقلم رصاص الوان. طيب مش القلم الرصاص ده بيتبرى، فانا عايزه اقول براية الرصاص تاي كريون، زودت كلمة تاي. طيب تاي دي بكتبها ازاي؟ نعرف ان اي بتتنطق اي، فبقول تاي. امال ال كل ده هيبقى مياه سايلنت، مش هيتنطق، فبقول تاي كريون، براية الايه، القلم الرصاص، او هي البراية يعني معناها براية. ماشي. الكلمة اللي بعدها باتو دي كول، ده هيودينا لقاعدة نطق برضو جديدة. الاو ان بنطق مخنفة واستخدمناها فين؟ لما خدنا كلمة كريون تاي كريون باتون فانا دايما اول ما يقابلني الاو ان بنطقها او مخنفة. باتون دو كول معناها ايه؟ العصاية او العمود الباضي بتاع اللزق، كول اللي هو اللزق. بعدين قلم جاف يعني ستيلو، الكلمة دي سهلة، اللي بنطقه بكتبه ستيلو، حرف الاس، تي إجراك، حرف الواي عندي اسمه إجراك، ستيلو اللي بنطقه بكتبه. طيب آخر واحدة كلمة ليفغ يعني كتاب، برضو اللي هنا بنطقه بكتبه ما عدا حرف الأو اللي في الآخر. تعالوا نشوف كده. مش الحرف ده اسمه اي عندي في الفرنسي، اللي ما يعرفش ان الحرف ده اسمه اي في الفرنسي يرجع يذاكر درس نطق الحروف. الحرف ده اسمه اي، فبقول لي غ. وبرضو اللي ما يعرفش ان الار بنطق غ يرجع يذاكر نطق الحروف، بقول لي غ، وفي الاخر بحط الاو سايلنت. طيب انا هنا عندي كام كلمه اخرها او رغم كده ما بتتنطقش، ورغم كده الكلمات دي مذكر. عدوا معايا: كارتابل، فوتغ، تاي، ليفغ. طيب هل انا نسيت دي؟ الاجابه لا. ليه؟ انا بعتمد الكلمه اخرها او او لا الكلمه اللي بتيجي بعد الاداه. يعني مثلا هنا انا بقول اباتون ولا اكل؟ اباتون، فببص على الكلمه دي ملاقيش فيها او، فالكلمه خلاص مذكره، مش هقول كول فيها، لا انا ليا بالكلمه الاداه هتيجي هنا وباتو بعدها على طول، فانا ابص على باتو مش هلاقي اخرها او، فكده خلاص هي اصلا مذكره. ما ننساش العلامه دي فوق حرف في كلمه باتون. وتاني هقول كول اخرها او، بس انا مش بعتمد ان الاو دي هي اللي بتخلي الكلمه مؤنثه او مذكره، لا انا ببص على الكلمه اللي بتيجي بعد الاداه على طول اللي هي الكلمه دي. فهنا بقول باتو دو كول، العصايه بتاعه السمخ. دي كده الكلمات الايه المذكره. طيب نذاكرهم كويس جدا جدا جدا، مهمين قوي، وما نتلخبطش عشان نعرف الكلمه دي مذكر ولا مؤنث. خلينا نحط قاعده بتقول ان اي كلمه اخرها او هي في الاغلب مؤنث، او خلينا نقول بمعنى تاني اي كلمه او معظم الكلمات اللي اخرها او فهي مؤنثه، بس معظمها. فانا عندي كلمات قليله اخرها او بس مش مؤنثه، فالكلمات دي بحفظ. يعني وانا بذاكر الدرس ده اقول لنفسي لو قابلتني كلمه كارتابل او كلمه فاضغه او كلمه تاي او كلمه ليفر، الاربع كلمات دول هحفظهم. لو قابلوني هعرف ان الكلمات دي مذكره، هعرف ان الكلمات دي ايه مذكره. اخر حاجه هاكد عليها، واحنا بنكتب قلم خشب الوان او بنكتب العصايه بتاعه اللزق، الاداه دي فدي معناها القلم بتاع الالوان.
العصاية بتاعة اللزق، فكلمة الدو دي مهمة. مينفعش اقول كريو كولور، لا، كريو القلم، دو كولور بتاع الالوان. مينفعش اقول عصاية اللزق باتو كول، لا، بقول عصاية بتاعة اللزق باتو دو كول. فكلمة دو دي حلقة وصل بستخدمها عندي في كلمتين في ادوات المدرسة، في كلمة الالوان الخشب الملونة، وبستخدمها في كلمة الصبغ. مهمين نعرفهم وننطقهم كويس. بس هو ده كان درس الادوات المدرسية بخصوص الكلمات المذكرة. هشرح الكلمات المؤنثة في فيديو تاني برضو هنشرحها باستفاضة، نطق وكتابة. دلوقتي خلينا اخر مرة نقول مع بعض الكلمات دي. كايي، كارتابل، crayon, crayon de couleur, fondre, taille crayon, pâte d'école, stylo, livre. دي كده الكلمات المذكرة، نذاكرها كويس قوي ونستعد ان احنا نحفظ الكلمات المؤنثة. لازم نذاكر دي كويس عشان لما ناخد الكلمات المؤنثة ما يحصلش لخبطة. au revoir.